صباح الخير. حضرتك زهقان، قرفان، طفشان من شغلك. آه حاسس ان انت ما بتعملش حاجة ذات معنى، ذات قيمة. كل يوم الصبح بتقوم وانت على السرير بتفكر 1000 مرة على في اعذار ان انت ما تروحش الشغل. طيب، الحالة اللي حضرتك فيها دي، اكاد اجزم ان معظم الناس مرت بيها، وانا شخصيا مريت بيها يعني. فخلينا كده نفكر مع بعض بصوت عالي، علشان تخرج من الحالة دي. ما تطولش في الحالة دي، علشان لو طولت في الحالة دي هتأثر عليك تأثير سلبي جدا. طب خلينا نفكر مع بعض بصوت عالي، كمل الفيديو للآخر، هنقول بعض الأفكار اللي ممكن تكون مفيدة لحضرتك ومفيدة ليه، مفيدة لكل الناس يعني. طيب، قبل ما ندخل في ونوصف الحالة وإيه الحاجات أو النقط المهمة اللي أنت ممكن لو عملتها تخرج من الحالة دي، خليني بس أقول لك، أشير لك لكتاب مهم كده اسمه مان سيرش فور مينينج. ده بتاع كاتب نمساوي، عالم نفس او دكتور نفسي نمساوي، عامل زي سيرة ذاتية ليه. ايام الحرب العالمية الثانية هو كان دكتور نفسي نمساوي، ودخل معتقلات النازية، قعد 3 سنين او 4 سنين في معتقلات النازية. والراجل بيقول قصة ال4 سنين وال3 سنين دي، ازاي نجا من المعتقلات ديت. الكتاب ده أهميته إيه؟ ببساطة الراجل توصل لبعض الحاجات، إن النفس البشرية والروح البشرية قوية جدا حتى في أصعب الظروف، عندها مرونة لتحمل المصاعب، عندها قدرة إن هي تتكيف حتى في أصعب المواقف. الراجل بيقول إن شاف حواليه ناس تنهار نفسيا وجسمانيا، وممكن يموتوا بسبب فقدانهم الامل. فالراجل بيقول ان انت تمسكك بالامل، ان انت بتبحث عن قيمه لحياتك، عن ذاتك، هتقدر تعيش حتى في اصعب الظروف. الراجل بيقول عن تجربه شخصيه يعني. تمام. وبيقول ان الانسان عشان يقدر يعيش الواقع الصعب والمر اللي حواليه، لازم يدور على معنى ومغزى لحياته، لازم يدور على علاقات قوية بينه وبين الناس اللي حواليه، لازم يحط هدف لحياته علشان يقدر يعيش ويقدر يكمل. الكتاب مهم، انا انصحك ان انت تقراه. انا قريته مرتين. ده بس حاجه على جنب. ممكن بعض الناس يقول لي ده كلام كتب، لا، ده كلام واقعي، الراجل بيقول تجربته الشخصيه، وانا انصح حضرتك ان انت تقرا الكتاب ده، فتطلع منه بافكار كويسه جدا وافكار جيده جدا وافكار ملهمه جدا عن تجربه شخصيه. بصوا يا جماعه، الراجل، اي حد فينا اما يدخل في حاله الملل ديت، وحاله الزهق، وحاله الروتين الشديد قوي جدا دوت، ممكن عقله شخصيا يتوقف عن التفكير. الراجل الدكتور اللي كان بيشرح لنا ماده الاتش ار ايام الام بي كان دكتور امريكي، كان هو اتش ار دايركتور في مصنع كبير في امريكا. بيحكي لنا حكايه كده ذات مغزى يعني. خلينا احكي لكم الحكايه ديت. ان كان في عامل واقف على مكنه تقطيع. جوله قالوا له العامل دوت صوابه اتقطعت. فالراجل بيعمل انفستيجيشن، بيعمل بحث ايه اللي حصل، يعني العامل ده بقاله سنين معانا، ايه اللي قطع ايده يعني. فالراجل اكتشف حاجه، ان الراجل هو كل مهمته ان هو في حد بيناوله حاجه، قطعه ما، فبياخد القطعه دي وبعدين بيروح على مكنه التقطيع ويحطها تتقطع. فحصلت غلطه كده بسيطه، ان الراجل اللي بيناوله ما ناولوش الحاجه المعينه ديت. فالراجل تخيل سبب الروتين اللي هو فيه، وان عقله توقف عن الشغل، ان هو خد الحاجه ديت، خدها وهو ما خدش حاجه طبعا، وحط ايده بدل الحاجه ديت، فصوابعه اتقطعت. الراجل من كتر ما هو منغلق ومنغمس في الملل دوت، عقله توقف عن التفكير. المهم، علشان يتلافوا الموضوع دوت، قرروا ان يحصل روتيشن. لازم ما فيش اي عامل يقف على مكنه اكتر مثلا من شيفت، يعني في خلال الشيفت لازم الناس تغير اماكنها علشان تبتدي تعيد تظبيط مخها وتبتدي تفكر تاني. فيا جماعه حرفيا، حاله الملل اللي حضرتك فيها دي بتخلي عقلك يتوقف عن التفكير. طيب، اما حضرتك
تدخل في الحاله دي، خليني اقول لك بعض الافكار اللي ممكن تكون مفيده لحضرتك. طيب، اول حاجه لازم تفكر فيها اما تدخل في حاله الملل وان انت حاسس ان مفيش قيمه من الشغل اللي انت بتعمله، لازم تفكر ان انت ترجع لمقاعد الدراسه تاني. مش تروح للدراسه، لا، ان انت تبتدي تتعلم مهارات جديده، تاخد كورسات، في شهاده ما في المهنه بتاعت حضرتك مطلوبه. حتى لو هتاخد سنه، هتاخد سنتين، هتاخد 3 سنين ومحتاجه فلوس، حاول ترجع ان انت تتعلم من اول وجديد، ان انت تعمل ريفرش للافكار اللي في دماغك والمهارات اللي انت حضرتك لازم تكتسبها علشان تشتغل. حتى لو انت ملان في شغلك، صدقني اما تعمل مسار موازي لشغلك، مسار موازي دراسي، مسار موازي في التريننج، في الكورسات، الموضوع هيفرق معاك جدا. انا عن تجربه شخصيه مريت بالمرحله دي، وبقول لك ان انت حضرتك اما تبتدي تدخل في المود دوت، بتعمل ريفرش، بتلاقي لحياتك هدف، بتلاقي فيه تجديد في حياتك الوظيفيه، ان انت بتتعلم مهارات جديده، بتتعلم حاجات ممكن تفيدك في شغلك. حتى لو ما بتفيدكش في عملك في شركتك الحاليه دي، هتفيدك فيما بعد، هتقوي السي في بتاعتك. فالمسار الموازي اللي انت حضرتك هتعمله دوت هيفرق معاك جدا. فدي اول حاجه لازم حضرتك تفكر فيها. طيب، الحل الثاني، والحل ده مش مناسب لاي حد وانا هشرح ليه. الحل الثاني ان انت تروح تقعد مع مديرك وتكلمه بصراحه، تقول له انا دخلت في حاله ملل، حاله ملل وظيفي، الشغل بقى روتيني جدا، فانا محتاج ان انا اعمل ريفرش، اخد تاسكات جديده، ابدل التاسكات، يبقى في تشالنج جديد، في تحدي جديد، جربني في حاجات جديده. لو مديرك من النوع اللي متفهم الكلام ده وهيتفهمه، هينبسط من كلامك ده وهيبتدي يساعدك علشان تخرج من الحاله دي وتاخد تاسكات جديده. انما لو مديرك من النوع التاني اللي هو ما بيفهمش او عقله منغلق، او لو فسر كلامك غلط ان انت خلاص مليت، ويمكن يفسر كلامك لا ده هو مل، ده هيبتدي يدور على شغل تاني، ده هيسيبني، ويبتدي يحطك في دماغه، فالنصيحه دي مش ليك، انساها خالص عشان ما تقولش ان انا ورطت. فالحل الثاني ان انت تقعد مع مديرك، تتكلم معاه بكل صراحه علشان تلاقي حلول لحاله الملل الوظيفي وحاله فقدان المعنى والمغزى اللي انت بتعيشها ديت. صدقني الموضوع هيفرق معاك اما تكلم مديرك بكل صراحه. ده حل من الحلول. الحل الثالث، حضرتك حاله الانغلاق اللي انت حاطط نفسك فيها بسبب ان انت ملان، تيجي كل يوم الصبح تقعد على المكتب بتعمل شويه شغل روتيني وتمشي، ما انت شايف زمايلك بيعملوا ايه، زمايلك في الادارات التانية بيعملوا ايه. حاله الانغلاق دي خطر عليك انت شخصيا. حاول تبتدي تتكلم مع الناس في الادارات التانية، شوف الناس بتشتغل ازاي، شوف ايه التاسكات اللي بياخدوها، في ممكن حاجات انت يعني تثير انتباهك ان انت حابب ان انت تشتغل فيها. حاول توسع دايره العلاقات بتاعتك بره شركتك، شوف زمايلك في نفس المهنه عندكم في بلاتفورم لينكد ان، ده بلاتفورم محترم جدا كل فيه ناس بروفيشنال. ابتدي كلم الناس اللي بيشتغلوا نفس مهنتك في الشركات التانية، ابتدي اعمل علاقات، ابتدي اعمل علاقات بروفيشنال معاهم، ابتدي اسمع منهم، ابتدي كلمهم، ابتدي صاحبهم، ابتدي خد منهم نصايح. صدقني الموضوع هيفرق معاك. اخرج بره حاله الانغلاق ديت علشان تشوف افكار جديده وتسمع افكار من ناس جديده وتعمل ريفرش لحياتك الوظيفيه. ده برضو حل من الحلول. الحل الرابع، ان انت حضرتك لازم تجرب ان انت تطور شويه في الشغل بتاعك. حاول الحاجه الروتينيه اللي انت بتعملها كل يوم ان انت تعملها بطريقه مختلفه. ازاي؟ ما اعرفش، كل واحد ومهنته. انت في مهنتك بتعمل حاجه محدده، ممكن يكون في طريقة تانية ممكن تطور فيها علشان تعملها بطريقة أحسن. ممكن تقترح على مديرك إن أنت تبتدي تطور شوية في الإدارة عندك، تبتدي تعرض عليه بعض الأفكار. أما تبتدي تعرض عليه بعض الأفكار، والأفكار دي لو اتطبقت وتحس إن أنت فعلا سايب بصمة في المكان اللي أنت فيه، الموضوع يفرق معاك. في واحد تاني هيجي يقول لي الله ده أنا هجيب وجع دماغي لنفسي وهبتدي احط تاسكات على نفسي. اقول لي معلش، انت لازم تحط تاسكات على نفسك
وتبتدي تخرج بره منطقه الراحه اللي انت منغلق فيها دي شويه، وتبتدي تتعب شويه علشان فيما بعد تلاقي مغزى ومعنى وتقدر تكمل في حياتك الوظيفيه ديت. فابتدي فكر ان انت تعمل حاجات بطريقه جديده، بطريقه مبتكره. ابتدي اقترح حاجات ممكن تفيد ادارتك، تفيد شركتك، علشان تحس ان انت بتعمل حاجه ذات معنى في الشركه. ده حل من الحلول. طيب حل تاني ممكن برضو حضرتك يكون مفيد ليك. كل انسان موهوب في حاجه محدده او حاجه معينه. ممكن انت حضرتك حتى هذه اللحظه تكون موهوب في حاجه او بتحب حاجه بس انت لسه ما توصلتش ليها. يعني ايه؟ يعني انت ممكن تكون اما تعمل تاسكات معينه او تعمل حاجه معينه تلاقي نفسك فيها بس انت لسه ما جربتهاش، لسه ما تعرفهاش. فحاول تدور على دي. طيب على الحاجه دي اللي انت موهوب فيها او اللي انت اللي هتلاقي نفسك فيها. طيب هتلاقيها ازاي؟ هتلاقيها اما حضرتك تجرب. لازم تجرب حاجات، تجربها. هتجرب حاجه مش هتعرف تعملها او مش هتحبها فهتسيبها، فتجرب حاجه تاني لحد ما توصل للحاجه اللي انت ممكن تحبها وتكون موهوب فيها وتكون مبدع فيها. لو وصلت للموضوع دوت او وصلت للحاجه ديت، الموضوع يفرق معاك جدا. الحاجه دي بعد كده هتحبها، هتكون مبدع فيها، هتعملها. وزي ما الناس بتقول كده، الاكسبريشن بيقول هتعملها وانت سايب ايدك. فحاول تدور على الحاجه ديت اللي انت موهوب فيها، اللي انت لسه ما تعرفهاش. بالتجربه، مش هتيجي غير بالتجربه. جرب حاجه مش هتعجبك، حاجه هتعجبك لحد ما توصل للحاجه دي. في طريق ومشوارك ان انت بتجرب ده كله تجديد لحياتك وحاجات بتدخل جديده في حياتك، ويكون في هدف في حياتك احسن ان انت توصل للحاجه اللي انت عاوزها دي. بس خلي بالك اوعى تقع في فخ ان انت بتشتت نفسك في حاجات كتير. لا، يعني جرب حاجه في المره الواحده. يعني جرب حاجه في مره واحده، خلصتها جرب حاجه تاني. بس اوعى تخرج عن مسارك الطبيعي بتاع الشغل. يعني في ان ده بالتوازي مع اللي انت بتعمله في شغل. فدي برضو من ضمن الافكار اللي انا انصح حضرتك ان انت تعملها. طيب من الافكار المهمه جدا ان انت طالما حضرتك ما انتش حاطط هدف طويل على اللونج ران، هيبقى عندك مشكله. احنا كبشر عندنا مشكله. في الكتاب اللي هو بتاع قوانين النفس البشريه بتاعت روبرت جرين، بيقول لك من قوانين النفس البشريه قصر النظر. ان معظم البشر عندهم قصر نظر، ما بيقدروش يحطوا اهداف طويله وعندهم مشكله في التشتت. ان اي حاجه ممكن تشتتك. انت حاطط هدف مثلا وانت ماشي لقيت مشتتات كتيره وملهيات كتيره وتروح لها. فانا بقول لحضرتك حاول انت تحط هدف طويل. مش هقول لك حط خطط خمسيه، على الاقل ومش هقول لك انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين. لا، على الاقل حط هدف في خلال السنه دي. انا عايز اطور نفسي في 1 2 3 4. حتى لو مش هيفيدك في شركتك الحاليه او في شغلك الحالي، هيفيدك فيما بعد، هتفيدك في السي في. حط هدف طويل شويه يخليك في حاله حماسه ان كل يوم انا نازل الصبح علشان اعمل حاجه فلانيه، علشان انا عارف ان بعد سنه هيحصل لي 1 2 3 4 وهطور نفسي في 1 2 3. فحط بعد اذنك اهداف طويله شويه. لو تقدر تحط في سنه، تقدر تحط اهداف على بعد 2 3 ان شاء الله 5 سنين حسب مقدرتك. بس بعد اذن حضرتك حط هدف وامشي وراه علشان يحطك في مود ان انت دايما في حاله تجديد وحاله حماسه ان انت بتعمل حاجه مفيده. حضرتك جربت كل الحاجات اللي قلت لك عليها دي وما نفعتش، فانت في حاله او في احتياج ان انت لازم تغير من الحاله اللي انت فيها دي. ممكن تفكر في ان انت تعمل كارير شيفت او شيفت كارير، ان انت تغير المهنه بتاعتك، ان انت تغير شركتك. يعني انت عملت كل اللي انا قلت لك عليه دوت وبرضه الموضوع مش نافع. ف لازم في بعض الاحيان تضطر الى الحل الصعب. الحل ان انت لازم تغير تماما من البيئه اللي انت فيها، تغير من الشغل، تغير من الشركه. الموضوع ممكن يكون مرعب شويه. التغيير يا جماعه في الغالب بيكون مرعب، بس صدقوني التغيير دايما بيجي بالخير فيما بعد. فحاول تفكر ازاي تغير من الحاله اللي انت فيها ديت، تغير الشركه، تغير الشغل. بس لو انت جربت كل اللي قلت لك عليه ده والموضوع ما نفعش، يبقى انت مضطر ان انت تاخد القرار الصعب. دي كلها افكار ممكن تفيد حضرتك
فكر فيها وحطها في طور التنفيذ والموضوع هيكون مختلف. طيب، وكلمة أخيرة يا جماعة لكل ليدر، لكل مدير إدارة، لكل رئيس شركة. ما تحاولش إن أنت توصل الموظفين بتوعك لحالة الملل الوظيفي ديت. دور حضرتك كمدير وكقائد ان انت دايما تخلي الناس عندك حالة اكتف، الناس دايما بتتعلم. اعمل روتيشن ما بين الموظفين. الموظف اللي بيعمل الشغلانة دي بعد شهرين ثلاثة حطه في وظيفة تانية علشان يشوف الإدارات التانية، علشان يجدد الدماء. خليهم في حالة روتيشن، خليهم في حالة اكتف، خليهم يتعلموا. اديلهم تاسكات جديدة تفيد الشغل وتفيدهم وتفيد حضرتك. تمام. خلي دايما في تجديد دماء وافكار جديدة. خلي الناس تبتدي تفكر وتبدع، ودي فرصة للناس ان هي تتكلم وتفكر وتقترح اقتراحات، وانت شوف ايه الكويس وايه الوحش. بس ما تحولش الموظفين اللي عندك ان هم يبقوا عاملين زي الماء الراكد. لا، لازم يكون في حركة، ولازم يكون في روتيشن، ولازم يكون في تجديد علشان شغلك انت كمدير يبقى فيه تجديد ومفيد لشغلك، مفيد للناس، مفيد لشركتك بوجه عام. ده بوجه عام دي افكار، حاول تطبقها وان شاء الله خير. واشوفك بعد ما عملت التغيير القوي في حياتك اللي هيفيدك فيما بعد. السلام عليكم.